دلوقتي احنا هنعمل اكونت مع بعض على شات جي بي تي. هكون معاكم انا وياسمين. احنا هنحتاج انك تبقى فاتح لابتوب ويكون معاك الموبايل في ايدك، لان في اب هتنزله على الموبايل. انا هكون عامل شير لللابتوب وياسمين هتعمل شير للموبايل لما نحتاج، وهنمشي معاكم الخطوات مع بعض من الاول لحد الاخر. اول حاجه هنحتاج اننا نعملها، هنحتاج ننزل فري في بي ان زي المين على جوجل كروم. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. احنا دلوقتي هنعمل له اد تو كروم، بس اد اكستنشن، لانه في الغالب تشات جي بي تي مش هيشتغل عندنا هنا في مصر، فاحنا هننتظر دلوقتي ان هو يتعمل له انستول على جوجل كروم، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بيعمل تشيكينج اهوت وبيعمل داونلود للاب وبيعمل داونلود للاكستنشن. هو خلص تقريبا وضافه من فوق اهو. انا لو جيت وقفت على الاكستنشنز هنا ممكن اعمل له بين فوق. دلوقتي بعد ما عملت له بين بقى موجود فوق كده. اول ما هضغط عليه لو محتاج اشغله هضغط على العلامه اللي في النص دي. اول ما هضغط عليها هلاقي الارقام ديت بدات تعد، فده معناه ان هو بدا يشتغل. بيقول لي الوقت اللي هو شغال بقاله قد ايه، فشكرا على كده. وهلاقي علامه زرقاء هنا اللي هي مكتوب عليها دي اي دي، ده معناها ان هو شغال. يلا بينا نعمل ساين اب ونحط الميل بتاعنا. هنا ممكن نحط الميل بتاعنا، او لو مش عايزين نحط الايميل بتاعنا ممكن نجيب ايميل من handmail.org. هاخد الميل دوت كوبي وهستخدمه وانا بعمل ساين اب. ساين اب عايزني اقول له I am not a robot. عايزني اختار الكارز، ادي كار، ادي كارز، ادي كارز. هو كده هتاكد ان انا مش روبوت ان شاء الله. بايسكل، I am not a robot. continue. يلا بينا. عايزني احط باسورد، هقول له سجست انت استخدام باسورد كويسه. هاخد الباسورد ديت عندي وهعمل كونتينيو. فيريفاي يور ايميل، انا كنت مستخدم تيمب ميل، فهلاقي في الانبوكس هنا بعت لي هنا بيقول لي اعمل فيريفيكيشن. ادي فيريفاي ايميل ادرس، الفيرست نيم احمد حمزه، كونتينيو. جينا عند رقم التليفون. طيب دلوقتي علشان اجيب الرقم فانا ببقى محتاجه ابلكيشن اسمه 2NR. هفتح الابلكيشن وهمشي معاه الخطوات. الابلكيشن اللغه بتاعته ولا عربي ولا انجليش، فاحنا هنمشي مع بعض كده واحده واحده. اول حاجه هعمل ريجستريشن، اضغط على دي، وبعدين هكتب اي ميل عندي يكون مثلا ده، واكتب اي باسورد. كده بيقول لي هو بعت لي فيريفيكيشن ميل. انا هفتح الميل بتاعي وهضغط فيريفاي. هو كده عمل فيريفيكيشن خلاص. هرجع له تاني بقى. المرة دي هدخل أحط الميل والباسورد بس مرة واحدة. هو في هنا فوق في حاجتين، في كلمة كبيرة كده أولها اللي هي أولها زد دي، وكلمة صغيرة. فالكلمة الكبيرة دي أنا بقف عندها لما بدخل أول مرة، لكن بنقل الناحية التانية لما بدخل بعد الفيريفيكيشن. فأنا كده نقلت. هكتب الميل بتاعي بقى اللي أنا دخلت بيه والباسورد. عند السكرين دي بقى هضغط على علامة بلس. هنا جاب لي رقم وجايبه لي باسم غريب، فالاسم ده المفروض إن أنا أغيره. هقف عند علامة القلم دي كده، هضغط عليها وهكتب أي اسم، مش لازم اسمي، أي حاجة. بعدين هضغط على الكلمة اللي فوق اللي هي أولها ZEP دي، معناها كأنها تم مثلا يعني، فنضغط عليها. نختار أول أوبشن. نختار أول أوبشن تاني، ندوس على الكلمة اللي احنا دوسنا عليها من شوية اللي هي أولها زد دي. نستنى شوية هيفيريفاي وبعدين يظهر الرقم. ندوس مرة كمان اهو. بس كده هاخد الرقم بقى كوبي واحطه جوه الويب سايت وانا بعمل الريجستريشن. المفروض ان الابلكيشن ده بيدي ارقام من بولندا، فانا لما هاجي احط الرقم على الويب سايت هجيب الكود بتاع بولندا هختاره بس. طيب ابعتي لي بقى الرقم دوت علشان احطه. انا دلوقتي انا ادور على بولندا، ادي ايوه بولندا، وناخد الرقم دوت اللي كان موجود في الابليكيشن ونحطه هنا كوبي بيست ونسند كود. دلوقتي هيبعت لي كود على الابلكيشن اهو. ال... عند العلامة دي هو بعت لي هنا نوتيفيكيشن، هفتحها وبيقول لي هنا الكود اهو: 218238. جميل. هرجع انا بقى احط الكود دوت على الاب هنا. الكود كان ايه؟ 2182 تمام، 38. 8238. المفروض ان هو كده دون واشتغل والامور تمام جدا. نيكست نيكست دون. يلا بينا نجرب. يلا بينا نجرب. نيو شات، هو فاتح نيو شات اهوت. نقول له ايه؟ نقول له مثلا how are you as an AI I don't have feelings. ما عندوش مشاعر. طيب please write me a copy that sell that that sell a car. It is a copy that be used to sell a car. Are you in the market for a reliable and stylish vehicle? وبيكتب الكوبي والامور تمام جدا. نجرب في حاجه كمان. What are the outlines of the marketing plan؟
طبعا انا بحب الدارك مود، فتلاقيني دايما بقلبه دارك. وبس كده احنا كده تقريبا فعلناه وشغلناه والامور زي الفل.